اعتقوا الناس بهذه الوصفه. الله يجازيكم بخير اللي عرفتوا عنده المصران، تنقول لكم بلا ما تمشيو للطبيب غادي تستعملوا هذه الوصفه النهار الاول الثاني الثالث، انا متاكده غادي تقولوا لي سيره الله يرحم بها الوالدين. هذه الوصفه هذه تتعالج جميع مشاكل القولون، اللي عنده الانتفاخ، اللي عنده القولون العصبي، الناس اللي عندهم المعده تضرهم. والله العظيم الا عطيتها للناس واتصلوا بيا وقالوا لي الله يرحم بها الوالدين. الوصفه سهله، غتمشيو عند الخضار غادي تاخذوا هذا الشبت اللي هو اوراق البسباس. الخضاره تيلوحوه يعني تيقطعوه تيلوحوه تيعطوه مجانا. وغادي نعطيكم الوصفه الثانيه اللي تتعطي الطاقه وغنيه بفيتامين سي. خاصكم تعرفوا بان اوراق البسباس راه زوينين بزاف. الناس اللي عندهم هشاشه العظام وعندهم نقص في الفيتامينات يتناولوا. غادي نعطيكم اليوم جوج وصفات. الوصفه الاولى اللي تتعالج مشاكل القولون والمعده، والوصفه الثانيه اللي تتعالج او تتعطي الطاقه الناس اللي تيجيو عيانين من الخدمه ويعني فاشله عليهم الصحه ديالهم. غادي تدخلوا هاد اوراق البسباس في النظام الغذائي ديالكم. غادي تاخذوا الوريقات ديال البسباس، غادي ناخذوا غير القياس، وهذوك العواد الغلاط غير لوحوهم. المهم تنغسلوهم بشويه ديال الماء وشويه ديال الخل. علاش؟ لان الخل تيقتل لينا الجراثيم، لاننا غادي ناكلوه هكا يعني ما غاديش نطيبوه. تنطحنوه مع شويه ديال الماء، ماشي بالضروره تكثروا الماء، غير شويه. اللي قدر يشربوه هكا يشربوه، اللي ما قدرش من بعد ما تطحنوه، اللي ما قدرش غادي يدير عليه قطرات ديال الحامض. وهو يعني راه زوين وتيدوز وما فيه حتى شي مذاق خايب. تنشربوا كاس قبل وجبه الغداء بواحد الساعه، وكاس قبل وجبه العشاء بساعه. وكي تنطحنوه تنشربوه في البلاصه من المولينيكس، تنكب في الكاس ونشرب. يعني ما تخليوش ساعه او ساعتين لانه تيفقد جميع الفيتامينات اللي كاينه يعني في اوراق البسباس. بالنسبه للناس اللي بغاو الطاقه وتيكونوا عيانين بزاف وعندهم الارهاق، عندهم المناعه هابطه بزاف، غادي تاخذوا الشبت مع شويه ديال الماء، غادي تزيدوا عليه واحد البرتقاله، تفاحه، بنانه، الا عندكم بوعويد، يعني اللي عندكم الديسير اللي عندكم في الدار تقدوا ديروه. وتتشربوا ليا واحد الكاس قبل وجبه العشاء، راه تيعطينا طاقه الجسم ديالنا. اللي بغى يشربوه قبل وجبه الغداء يقدر يشربوه. تندخلوه في النظام الغذائي ديالنا، نقدروا يعني نتناولوه جوج مرات ثلاث مرات في الاسبوع. راه زوين بزاف وتي يعني حتى الناس اللي عندهم نقص في الكالسيوم يشربوا اوراق البسباس مطحون، راه ممتاز جدا. تنتمنى باش يكون عجبكم لا فيديو، ونتلاقاو فيديو جديد. مع السلامه.